ارخص واسهل فيزا ممكن تطلعوها في حياتكم. حرفيا هتاخد منكم 10 دقايق، هتجيلكوا تاني يوم ومش محتاجينكم تحجزوا طياره ولا حتى تحجزوا فندق، وهتجيلكوا 30 يوم. فمن الاخر الفيزا دي بس محتاجاكم تبقوا ناويين تسافروا وتعملوها وتتكلوا على الله. الفيزا اللي بتكلم عليها دي هي فيزا سريلانكا، وسريلانكا من ارخص واحلى الدول اللي في شرق اسيا. فحتى لو انتم مش ناويين تروحوا سريلانكا قريب، اتفرجوا على الفيديو عشان تشوفوا قد ايه الفيزا دي سهله. وبجد انا انبهرت اصلا من كميه السهوله اللي هي فيها. هوريكم دلوقتي خطوه بخطوه ازاي تعملوا فيزا سريلانكا وتقدموا عليها وكمان هتدفعوا كام. ولما تعرفونيش، انا ميار، بحب السفر جدا وبقالي سنين شغاله في السياحه والفنادق، وقررت ان انا اسيب كل ده واعمل القناه دي عشان اقول لكم كل حاجه من المطبخ. وهدفي ان انا اخليكم تسافروا لوحدكم وتعرفوا كل المعلومات عن اي بلد عايزين تسافروها. فلو بتحبوا السفر، بالذات لو بتحبوا الحريه وان انتوا تعملوا كل حاجه بنفسكم، اعملوا سبسكرايب عشان الشانل دي ويلا بينا نعمل الفيزا. اول حاجه هتعملوها ان انتوا تدخلوا على الويب سايت بتاع الفيزا، وهتلاقوا ويب سايتس كتير قوي. اول ما تكتبوا سريلانكا فيزا بس ولا واحده فيهم صح، فادخلوا على الموقع اللي انا حطه لكم في صندوق الوصف. اول ما تدخلوا هتلاقيه بيديكوا زي بيان كده، ده بس للباسبورات اللي هي صوره هنا، فمالكوش دعوه بيه. فهتدوسوا اوكي. بعد كده هتختاروا اللغه اللي انتوا عايزينها، فانا هختار انجلش. بعد كده هتختاروا ابلاي. بعد كده هتنزلوا تحت وتدوسوا اي اجري، وبرده تقروا الكلام ده كله. كده تدوسوا apply for an individual. اول حاجه هتحطوا المعلومات بتاعتكم، اسمكم، تاريخ الميلاد، رقم الباسبور. في travel information هتحطوا لو سافرت في اي بلد في اخر 14 يوم. المده اللي هتقعد فيها هتحطها 30 يوم. هتحط اليوم اللي هتوصل فيه. سبب الزياره هيكون sightseeing or holidaying. وبعدها هتحطوا تفاصيل الطياره ورقم الرحله، ولو ما حجزتوهاش حطوا بس تفاصيل الطياره اللي ناويين تحجزوها. بعد كده هتروحوا على الكونتاكت ديتيلز، هتحطوا العنوان بتاعكم، البلد بتاعتكم، وهتروحوا على الحته بتاعه ادرس سريلانكا دي، هتحطوا فيها عنوان الفندق اللي هتقعدوا فيه في اول مكان هتنزلوا فيه. بعد كده هتحطوا الايميل بتاعكم، رقم التليفون، وتحت ده بيسألكوا لو انتوا اوريدي معاكوا فيزا لسريلانكا، او لو انتوا بتحاولوا تقدموا على اكستنشن او تطويل لفيزا اصلا معاكوا، او لو انتوا معاكوا فيزا سريلانكا متعددة الدخول. فلو انتوا معكوش الحاجات دي هتدوسوا نو. وبعد كده هيجيب لكم معلوماتكم من الاول خالص عشان تراجعوها اخر مرة قبل ما تسلموا الابليكيشن. وبعد كده هتدوسوا نيكست تدفعوا، والفيزا هتجيلكوا على الايميل بعد يوم او يومين. وبس كده، الفيزا هتجيلكوا بعدها على طول على الايميل. بتيجي عادة 30 يوم. وكمان الفيزا دي قابلة لانها تبقى اكستندد او ان انتوا تطولوها وانتوا هناك، بس ده موضوع تاني. لو عايزيني اعمل لكم برضو عنه فيديو اكتبوا لي في الكومنت. لازم اقول لكم حاجه على موضوع الفيزا ده وعلى موضوع سريلانكا عامه. اول ما نزلت المطار، الناس كلها وهي داخله على الباسبورت كنترول او الجوازات بتبقى مرعوبه، بالذات طبعا لو رايحين اوروبا والبلاد اللي هي احنا عارفينها دي. انا اول ما دخلت على الجوازات في سريلانكا، الراجل كان بيضحك، ما كانش مكشر، ما سالنيش اسئله، كان لطيف جدا. ومجرد انه قال لي دي اول مره تيجي سريلانكا، قلت له اه. قال لي هتنبسطي قوي وهنستناكي تاني، وضحك. انا اللي هو الراجل ده في الجوازات؟ ايه اللذاذه دي كانت اول مره بالنسبه لي اشوف حد في الجوازات بجد لذيذ كده. ولو عايزين بقى تعرفوا تفاصيل اكتر على تروحوا فين، تاكلوا فين، تعملوا ايه في سريلانكا، فانا عامله بلاي ليست كامله كلها تفاصيل عن السفريه، تقدروا اول ما تخشوا عليها تعرفوا كل حاجه وتسافروها لوحدكم. هتلاقوها دلوقتي موجوده في الفيديوهات اللي جايه، اتفرجوا عليها وقولوا لي رايكم، واشوفكم في المغامره اللي جايه.